وجه مختلف لنتائج الحرب نقرأه بين جدران هذا المبنى القائم في غزة. فأهوال العدوان التي لا تميز بين طفل ومقاتل لن تقتصر تداعياتها على الأصحاء. محمد الجذبة وإخوته الخمسة مولودون لأب أصم ومصابون جميعهم بالصمم. وداخل هذه الفصول في جمعية أطفالنا للصم تعمل مدرسات متخصصات على تنمية موهبة الرسم لدى أطفال غزة المصابين بالصمم، فتجلت مخاوفهم الدفينة من خلال رسوماتهم. اللي يشوفوا ايش المعاناة اللي بيعانيها اطفال قطاع غزة بالذات الصم، لانه ما كان في اي شيء واضح لنا، فاحنا حاولنا نجسد هاي الافلام عن طريق هاي المعاناة عن طريق الافلام الكرتونية. هؤلاء الأطفال الذين عاشوا ويلات العدوان على غزة كان لهم منظور مختلف لتلك الحرب، فتفاوتت رسومهم بين دبابات وصواريخ ودخان كثيف وجنود وأناس يهربون ومشاهد عامة لدمار لا تغيب عنها حمامة السلام. طبعا احنا الصم مثلنا مثل الناطقين، ربنا الحمد لله رب العالمين بيعطينا موهبة الرسم وما بنختلف عنهم كتير. كتير بنشارك في معارض وكتير لوحاتنا بتلاقي إعجاب الجميع. بمساعدة كاميرا خاصة تنبض الرسوم بالحركة، لكن هذه الرسوم المتحركة لا تهدف للترفيه فقط كما هو معتاد، بل تقدم نوعا من العلاج للأطفال الصم الذين يحتاجون إلى التعبير عن هموم عرفوها باكرا، أقلها الحرمان من منازلهم واختبار مرارة اللجوء. مهمة جمعية أطفالنا للصم والمدرسة في قسم الإرشاد كمان إنه عمل تفريغ نفسي للصم، شو المعاناة اللي هم عانوها، شو المشكلات اللي واجهوها. طبعا اكتشفنا كثير مشكلات تأثرت عانوا منها الطلاب والطالبات الصم نتيجة تأثرهم بالحرب. يذكر أن جمعية أطفالنا تأسست عام 1992 وهي منظمة فلسطينية غير حكومية وتستضيف 500 طالب من الصم وتساعد مئات آخرين سنوياً.